السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. الفيديو ده هنعمل غدا سهل وسريع وبسيط جدا ومش تقليدي، وبجد هيعجبكم قوي. لو عملتوه جربتوه مرة هتعملوه كل شوية. طبعا المكونات كلها هكتبها لكم في الديسكريبشن بوكس. وهنبدأ بالخضار اللي عندي. ان انا هجيب راس توم، هحطها في ورق زبدة متغلف بفويل وهرش عليها زيت، ممكن زيت نباتي او زيت زيتون، ونرش عليهم رشة ملح وفلفل اسود وندخلهم الفرن مع 4 حبات طماطم، حبتين بتنجان، ونعمل شق فيه عشان الشوي يبقى اسرع، مع حبة فلفل احمر رومي وحبة فلفل احمر حراق، وممكن نستغنى عن الحراق ده ونخليه رومي بس، ونص بصلة متوسطة. وهندخل الخضار ده كله الفرن يتشوي، ولغاية ما الخضار ده يستوي هنبدأ ان احنا نعمل العجينة اللي هنغطي بيها الطاجن بتاعنا. عندي هنا كوباية ونص الى كوبايتين دقيق، ومعلقة كبيرة من السكر، ومعلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة من الخميرة الفورية، وهنزل عليهم بالمية واحدة واحدة لغاية ما يتكون عندي عجينة طرية ولينة جدا، ومش بتلزق قوي، بتلزق خفيف جدا زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده هسيب العجينة تخمر على جنب. بعد كده هبدأ ان انا اعمل الكفتة بتاعتي. عندي بصلاية وقرن فلفل احمر حراق، وممكن نستغنى عن الحراق ده ونستخدم فلفل رومي بس. انا حاطه كمان نص فلفلايه مشويه رومي، قشرتها وحطيتها مع بقدونس و3 4 فصوص توم. والتوابل بتاعتي اللي استخدمتها طبعا هكتبها لكم كلها في الديسكريبشن بوكس. بعد كده هخلط المكونات كلها، الخضار مع التوابل مع بعض مع البقدونس. وبعد كده هجيب عندي مصفى اصفي الخليط ده كويس قوي من المية، وابدأ ان انا احطه على اللحمة اللي عندي، كانت حوالي نص كيلو لحمة. بعد كده هخلطهم كويس قوي قوي مع بعض، هسيبهم شوية في التلاجة لغاية ما اعمل خليط البتنجان والخضار. كان البتنجان والخضار خلاص استووا، خرجتهم من الفرن، وهنبدأ ان احنا نقشر بقى الخضار ونهرسه مع بعض. عندي هنا البتنجان اهو بيبقى بكل سهولة بيخرج، ادام استوى كويس بيخرج بكل سهولة. هبدأ ان انا بالسكينة كده اقطع فيه زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هبدأ ان انا اجيب الطماطم برضو والفلفل الرومي واقطعهم كويس قوي كده بالسكينة، يبقوا زي بفرمهم بالسكينة. والطماطم اللي عندي والبصل والثوم، شايفين الثوم بعد ما استوى كويس قوي في الفرن، هخرج كل الراس اللي عندي في الخليط بتاع البتنجان، وهبدأ ان انا انزلهم في بولة، واحط عليهم بقى التوابل بتاعتي، ملح فلفل اسود وصوص الورشسترشاير، وطبعا معلقتين 3 كبار من الطحينة بيودوه في حتة تانية. وفاكرين المية اللي انا نزلتها من الخضار بتاع اللحمة، هو ده هستخدمه وانزله برضو في البتنجان بتاعي. وبعد ما خلطتهم كويس قوي مع بعض، هجيب عندي الصينية بتاعتي او الطاسة بتاعتي او اي حاجة بتدخل الفرن، هفرشها في الارضية كده كلها. وبعد كده هبدأ ان انا اصبع الكفتة عليها. بدأت بقى ان انا اصبع الكفتة كده عليها، وبعد كده هدخلها الفرن على درجة حرارة 200 لغاية ما الكفتة خلاص تبقى استوت يعتبر. هروح فردة بقى العجينة بتاعتي. انا العجينة هنا عملت العجينة وزاد منها، عملوا حوالي 3 أو 4 من العيش تانيين. بعد كده هخرج بقى الصينية بعد ما استوت في الفرن، واحط عليها العجينة دي، هفردها واحطها على الصينية. هدهن العجينة دي بلبن، وارش سمسم وحبة البركة على الوش، وادخلها تاني الفرن. هدخلها على نفس درجة الحرارة، وهلاقي عندي العجينة بتتنفخ، يعني العجينة دي بقت عيش وبتتنفخ كده على الطاجن بتاعي او الصينية بتاعتي. بعد كده اول ما تاخد اللون اللذيذ ده هخرجها من الفرن وبألف هنا.
شايفين بقى هنقطعها بالشكل ده. بجد العيش اللي فوق الطاجن ده مع الكفتة مع خليط البتنجان بجد في حتة تانية خالص. وكمان بقى نحط جنبها البطاطس اللي احنا عملناها مع بعض قبل كده، مع بصل بسماق ببقدونس ورشة بقدونس على الوش، بجد طعمها خطير. شايفين شكلها عامل ازاي؟ ما اقولكوش على الطعم بقى. شايفين الحلاوة؟ ناخد بقى قطعة من العيش ده مع كفتة مع خليط البتنجان اللي تحت مع البصل بالثوماء، وألف هنا. جربوها وقولولي رأيكم، وأشوفكم على خير الفيديو الجاي.